اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى هنعمل الميني باتيه مع بعض، حلوة قوي بطريقه سهله جدا جدا. عايز اقول لكم ان العجينه بتاعته كمان ما شاء الله تبارك الله عليه طلعه خطيره خطيره. يلا نشوف عملنا كل ده ازاي. اول حاجه طبعا جبت الكرونه بتاعتي، حطيت فيها كيلو من الدقيق. عايزه اقول لكم من نفس العجينه دي عملت منها الميني باتيه والميني بيتزا، تمام. بس قبل طبعا ايه بحط الصلصه عليها، فكنت فصلت العجينه عن بعضها، تمام. معايا هنا ظرف من الخميره، تمام. هنا الكميه بتاعتي عايزه اقول لكم 2 كيلو، تمام. انا معايا هنا ظرف ونص من الخمير، تمام كده. بعد كده حطيت معلقتين من السكر، تمام، معلقتين صغيرين، تمام. وبعد كده هحط باكت من البيكنج باودر. كل حاجة بصوا وهي مشروحة قدامكم، واضحة قدامكم جدا. يعني بصوا يعني بطريقة سهلة جدا. والعجينة عايزة اقول لكم العجينة ما شاء الله عليها تبارك الله. كان عندي لبن رايب في الفريزر، فكيته زي ما انتم شايفين كده بشوية مية ودفيته عشان كان في الفريزر وكان متلج وكده. سبته على نار هادية خالص لحد ما برد تماما. بعد كده حطيت المكونات بتاعتي كلها. عايزه اقول لكم كنت ناسيه الملح، بس مفيش مشكله برضو مش هيأثر علينا في حاجه. وبعد كده بقى كملت العجن بتاعي بالميه لحد العجينه بتاعتي ما بصوا ما شاء الله تبارك الله عليها لميتها كلها. وبعد كده نزلت بنص كوبايه من الزيت، ان انا مستخدمه 2 كيلو. لو عامله كيلو واحد هتستخدمي ربع كوبايه من الزيت ولبن برضو، وهتستخدمي برضو باكت من الخميره، تمام. هنا العجينه بتاعت ما شاء الله تبارك الله كانت خلصت. بعد كده انا هقسم العجينه دي لاتنين، زي ما قلت لكم ان انا عملت منها ميني بيتزا وعملت منها الميني بوريك، تمام. بصوا يعني ممكن تسيبهم مع بعض وممكن تشيليها، تمام. هي نفس العجينه. عايزه اقول لكم العجينه سهله يا جماعه. النص بتاع البوريك كان عندي معلقتين كده، حوالي معلقتين من الصلصه. بس عايزه اقولك ان هو هيطرى منك، تمام. الصلصه هتطري منك، هتضطر ان انت تضيفي دي تاني. فما تقلقيش من الحته دي، تمام. بصوا هنا بعد ما لمينا العجينه شايفين لونها بقى شبه ايه؟ آه لونها بقى شكله حلو. بعد كده مسحه زيت بقى عليها، هتلاقي العجينه معاكي طرت، ما تقلقيش. هتضطري انت تجمديها بالدقيق. وبعد كده بقى هنقسم البوريك بتاعي. بصوا العجينه ما شاء الله يا جماعه طلع حلو. هنقسم العجينه بتاعتي على 4، ونبدا ان احنا نلمها كده، ونبدا ان احنا بقى بالنشابه بتاعتنا ومسحه زيت على الرخامه كده. وهنبتدي برضو ان احنا نفردها، تمام. بصوا ما شاء الله تبارك الله حلوه وسهله بتتفرد وجميله. عايزه اقول لكم ان السمك بتاعها نص سنتي، تمام. وهنا بالقطاعه بتاعتي بدات ان انا اقطعها كلها كده، علشان انا عايزه البوريك بتاعي كله يطلع مقاس واحد، يعني سوا واحد. ودي كانت جبنه من البراميل، حطيت عليها جبنه فيتا علشان اقلل الحديه بتاعتها، ورشه كده من الزعتر عليها شويه من حبه البركه، بتدي طعم حلو. وقفلي بقى كويس اوي. خلي الرصه بتاعتك التقفيله من تحت علشان ما تبانش، بس حاولي انت تقفلي كويس عشان لما يخش الفرن منك ولما يخمر هتلاقيه فتح تاني. فحاولي ان انت تتاكدي على التقفيل كويس جدا. وبصوا عملت واحده تانية معاكم اهيت برضو كده بنفس القطاعه، عشان تطلع كلها شكلها حجم واحد ومقاس واحد. بالمعلقه كده بقى وزعي الجبنه بتاعتك، الحشوه بتاعتك زي ما تحبي. انا كان معايا معلقتين، معلقه ومعلقه تانية وشوكه، تمام. كنت بقطع واحط كده كلها على قد بعضها. بس اهم حاجه حاولي برضو هنا بعد ما اخمر عندك مثلا شويه لبن تدهني الوش، او ممكن صفار بيض على شويه فانيليا على شويه لبن بيدي اللون معاكي حلو. وبعد كده بقى هنرش عليه رشه حبه البركه مع او رشه حبه البركه مع السمسم، بيطلعوا شكله حلو. انا هنا كنت عاملاه في عيد ميلاد بنتي. ودي بقى الميني بيتزا. والتورته برضو كنا عاملينها في البيت، يعني مش الحمد لله مشتريناش حاجه من بره. بصوا ده البوريك بتاعي، كنت عامله منه دواير، وكنت عامله دي الميني بيتزا، كله من نفس العجينه.